السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة على ماتش مصر وموزمبيق. صراحة ماتش مخيب للآمال جدا. المنتخب ظهر بصورة ضعيفة جدا جدا جدا. عدم الإحساس بالمسؤولية. قعد يقول لك عمل لك إعلان هنجيب البطولة هنجيب له. احنا هنبدأه بقى من أول حاجة قبل الماتش أساسا من قبل الإعلان يا جماعة. بما يرضي الله نتكلم بجد. محمد صلاح يا ريت يا ريت يعني حرام ما يعملش إعلانات، وبالذات اعلانها شكوك وكلام من ده. صراحه اللي يشوف الاعلان انت راجل بتلعب كوره يا اخي، ما تجلطناش. اي نعم يعني انت راجل محترف وراجل فني عالي جدا في الكوره، ما حدش يقدر يتكلم لا غبار عليك، لكن هتعمل اعلان وجايب معاه مرموش وتريزيجيه، ناس يعني اللي هو لو جبنا كروان مشاكل هيعمل اعلان احسن منهم. حاجه يعني جلطت البني ادمين اللي اتفرجت على الاعلان اساسا. والاعلان بسم الله ما شاء الله تلاقي عليه ناجح جدا جدا. مجرد اسم محمد صلاح برضه اي نعم هو ده يدل على ان مصر ما بتشجعش اي حاجه وخلاص، هي بتشجع البني ادم مش المنتج ذات نفسه. واخد لي بالك. نبدا على الماتش بقى. صراحه ماتش احنا قلنا اي حد كان يتوقع ان الماتش هيخلص 3 4-0 مع الرأفة. انما الطموحات كان باين مرتفعه، والبدايات من الاول رفعوا لنا الطموح ومحدش كان فاهم حاجه. بس تقريبا رضا عبد العال بيثبت كل سنه انه هو احسن محلل، برغم الناس اللي بتهبد فيه يقول لك ده هجاص وده هبيد وده مش عارفه ايه. عايزين يحسونا باللعبه، حسونا بالفرجه، احنا عايزين نتفرج مش عايزين نقول لك ده الكاس ومش الكاس والكلام من ده. صراحه هو انا اثبت لي ان الراجل ده بيفهم وجاي من المريخ عامه، يعني جاي من حته بعيده جدا علينا. قال من اول بطوله احنا هنتفرج، بس عايزين نشوف حماس، عايزين نشوف كوره، عايزين نشوف حاجه كويسه. انما اللي ظهر ده صراحه على المستوى اللي هو احنا برضه مش هنحكم اول ماتش. اي نعم كانت